براون المصري. هنتكلم النهاردة عن براون اللي عامل نفسه ألماني. لو مهتمة بعنوان الحلقة كمل الفيديو للنهاية. يلا بينا. مساء الخير عليكم واهلا بكم في حلقه جديده. بناء على طلباتكم هنتكلم النهارده عن براون اللي عامل نفسه الماني. بس يا ريت دعم منك صغير عشان نستمر ونقدم فيديوهات ممكن تساعدك في جهاز العروسه، بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل. مع بعض هنشوف براون الالماني ده، ولا هنشوف الالماني الاصلي، ولا هنشوف المصري، ولا ايه الدنيا مع بعض. مفيش اي ضمانات. ده شكله من جوه. دي عصير فواكه، ده دورة ومع مطحنة، ودي المفروض كبة، دي كبة، ودي اللي هي الدورة اللي بيفضي فيه العصير، ودي المصفى اللي هي بتاعة العصير بتاعة الدورة، ودي اللي هي فيها العصير يعني، مع 2 مطحنة. ودي مطحنة ثانية. ده مبدئيا براون مصري عشان نقول الألماني، عشان فأنت حضرتك لو أنت عايزة تجيب حاجة شكل هاتيه تمام. بس يعني ده شكل بس، لا ضمان ولا قطع غير متوفرة ولا أي حاجة. لو اتكسر يعني وأنت وحظك، خد سنة، خد 2، خد 10، أنت وحظك. ده حاليا سعره 900 جنيه في السوق بالعقل يعني. لو أنت بتدور على منتج أصلا، هل في حاجة مستوردة ألماني ب 900 جنيه؟ أنا عندي منتجات مصري 7 في 1 تعدي 2000 جنيه النهاردة. فأنا برد على المدام اللي كانت بتقول لي بالأمانة قلنا إن كان ده أصلي ولا لا. بقول لحضرتك يعني لو عايزة تجيبيه شكل كشكل يعني في جهاز العروسة هاتيه، لكن لو عايزة حاجة تشرف طبعا ما تجيبهوش. انت لو جبتي حاجة مصري كويسة مطحنتين ودورة أحسن مني، هتستفاد بيه وهتلاقي له قطع غيار وهتلاقي له تصليح. بس فحضرتك لو عايزة المنتج الأصلي، اولا على الاقل هتلاقي له ضمان، هتلاقي له كتالوج. ده لا في ضمان ولا في كتالوج. وخلي بالك اي حاجه مستورده هتلاقي الضمان بتاعها عليها علامه مائيه زي اللي في الصوره ده بالظبط. فانتوا اول ما تشتروا حاجه يا جماعه يعني يا ريت تقروا وتفتشوا. الحاجات غليت اليومين دول جدا، لازم تعرف انت بتشتري ايه. تبص على الضمان، تبص على الكتالوج. اكيد في حد بيسأل دلوقتي انت ليه بتجيب منتج زي كده مثلا ملهوش ضمان، ملهوش استرجاع، ملهوش اي حاجة. يعني للأسف المنتج الرخيص في الصعيد بيشتغل اكتر تمام. فانا بجيب منتج رخيص، منتج وسط، منتج غالي. للأسف في الصعيد ما ينفعش تشتغلي بالغالي خالص، لازم تجيبي ده وده ودي. واحيانا الرخيص هو اللي بيطلع الغالي، والعكس صحيح، الغالي بيطلع الرخيص تمام. زي ما قلت لحضرتك لو انت عايزة المنتج الاصلي لازم تلاقي ضمان وكتالوج. مش ضروري عشان كاتب لك على الكرتونة براون كاتب لك 5200 واط يبقى هو الاصلي، لا. انت عندك دلائل، اللي هو الضمان، اللي هو الكتالوج، لازم تلاقيهم في الكرتونة، لازم تجري، لازم الضمان. اغلب المستورد، مش هقول كل المستورد، بيبقى ضمانه عليه علامة مائية. من جينا للحق يعني في كبة تاتش دلوقتي 1 لتر 350، وده 7 في 1 ب 900 جنيه. عشان كده اغلب الناس بتاخده، يقول لك خلاط 7 في 1 بدل ما اجيب خلاط صغير واجيب كب واجيب عصارة برتقال تمام. تبص على اللفة دي تلاقيهم عدوا 2000 جنيه. ده ب 900 ومشي حالك. وفي النهاية كل واحد بيجيب على كد اللي معاه او على كد من جنبه. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. لو في اي استفسار سيبولي في التعليقات وانا ارد عليكم فورا. وش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. السلام.